حسين الأكرف. نشاهد ونستمع ماذا يقول هذا القرد. غابت فضائيات تسقيط مراجعي، ليس من العباس من يسقط مرجعا. ليس من العباس من يسقط مرجعا. إننا نسقطهم جميعا برغم آناف القرود، نسقطهم جميعا لا قيمة له. فضائيات فتنة على الشيعة محنة، لها السبق بطعن الفقهاء، فلم يسلم جميع العلماء. مدعومة قناتهم قد خالفوا العباس. لها السبق بطعن الفقهاء، والله هذا نفتخر به. نحن سباقون في كشف قذارة فقهاء المذهب الطوسي اللعين، إلى أن يقول هذا القرد قد خالفوا العباس لما قال تعليما. سيتضح لنا نحن الذين خالفنا العباس أم أنت يا أيها القرد، وبالوثائق والحقائق وعلى عينك يا تاجر. هناك قصيدة مشهورة للقرد الأكرف. يا عقيل اليوم ندعوك في لحن كوافر، على الراس زين التاج والله وكلنا عباس، والرايات مرفوعة لجلها. يا أيها القرد، أنت وشاعرك وكل الذين في الحسينية ومراجعك، هل يمكن أن نقول عن أنفسنا بأننا عباس يا حمار؟ يا أيها القرد، إنني أخاطبك يا أكرف يا أيها القرد. موضوع كفالة العباس إساءة أدب، بل هو ضلال وانتقاص عقائدي من مقام سيد الشهداء، والعباس لا يقبل بهذا المقام. الكفالة هي مقام حسيني والعباس ليس كفيلا. أما المسؤولون في العتبة العباسية يضعون اسم الكفيل للعباس، هؤلاء حمير سيستانيون. مفاتيح الجنان الزيارة المطلقة الأولى، وهي من أوثق زياراتنا. ماذا نقرأ فيها ونحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. اقرأوا كل نص ورد بخصوص أبي الفضل العباس في كل زياراته، وتتبعوا الأحاديث التي بين أيدينا في كتبنا القديمة الأصلية الصحيحة. لن تجدوا ذكرا لكفالة العباس. الكفالة هي كفالة الحسين، والكفيل هو الحسين، والحسين كفيل العباس. وإذا كان الحديث عن مقامات العقيلة والعباس، فالعقيلة مقامها أعلى بكثير من مقام العباس، وهي كفيلة العباس. العباس ليس كفيلا له. ليس عندنا من نص لا في زيارة لا في دعاء لا في رواية من أن العباس كفيل زينب. زينب أعلى مقاما من العباس، هي كفيلة العباس، والكفيل الأعظم هو الحسين. الكفالة مقام حسيني لا يجوز سلبه وإعطاؤه للعباس. لا الحسين يقبل بذلك، ولا زينب العقيلة تقبل بذلك، ولا العباس يقبل بذلك، ولا إمام زماننا يقبل بذلك. أنت يا أيها القرد وشاعرك ومن معك وعشيرتك ومن تعتقد بهم من مراجع الضلال من قرود النجف وكربلاء وغيرهم، لا تساوون روثة واحدة بعرة واحدة من جحش يركبه غلام يكون سائسا لفرس العباس، حتى تقول يا أيها القرد الله وكلنا عباس، وتقسم بأنك أنت عباس. من أنت يا أيها القرد؟ طيح الله حظكم من أولكم لآخركم. لا تفقهون شيئا في الدين ولا تعرفون شيئا من العقيدة، وبعد ذلك تأتون وتقولون ما تقولون عن قناة القمر التي تضع دين العترة الطاهرة بكل حقائقه بين أيدي الشيعة. ردوا علي هذه الحقائق إن استطعتم يا أيها القرود، أنت وشاعرك وحسينيتك وهؤلاء القرود الذين يلطمون في الحسينية. على أي شيء تلطمون؟ وأتحداك يا أيها القرد أنت وشاعرك ذلك القرمزي القرد أن تجدوا سطرا واحدا في آلاف من الساعات على الشبكة العنكبوتية خالفت فيها منطق الكتاب والعترة أو كذبت فيها على مرجع من مراجع الشيعة، لأن مراجع الشيعة أنجاس، وحينما أتحدث عن ضلالاتهم أتحدث بالوثائق والمصادر.